90% من الطلبة بيغلطوا في السؤال ده، هل أنت منهم ولا لأ؟ شوف السؤال وقول في الكومنتات. نبدأ بالسؤال المهم اللي جه في التاريخ في النماذج الاسترشادية وقع ناس كتير. يقول لك هنا: دلل. فقد الملك فاروق شرعيته قبل ثورة 23 يوليو. فقد الملك فاروق شرعيته قبل ثورة 23 يوليو. فكر في السؤال ده الأول كده في الإجابة. الملك فاروق فقد شرعيته يعني فقد سيطرته. طب سيطرته فقدها إمتى؟ الإجابة هنا بقى كالتالي: حيث تم إجبار الملك فاروق على تعيين مصطفى النحاس رئيسا للحكومة. هو مين اللي أجبر الملك فاروق؟ بريطانيا. فبريطانيا كده أجبرت الملك فاروق غصب عنه إن هو يعين النحاس. فكده فعلا الملك فاروق فقد شرعيته قبل الثورة. وده سؤال نازك في النموذج الاسترشادي بتاع محافظة الدهلية. نيجي على السؤال الثاني. يقول لك: دلل برضه. إدارة الأزمة بعد ثورة 30 يونيو اتبعت مسارا دستوريا. إدارة الأزمة بعد ثورة 30 يونيو اتبعت مسارا دستوريا. دالت إدارة الأزمة بعد ثورة 30 يونيو أو يونيو، تمام، اتبعت مسارا دستوريا. حد عارف الإجابة في السؤال ده؟ طب ماشي، لو أنت عارفه جاوب تحت في الكومنتات، بس دلوقتي هنقول الإجابة. أول حاجة: تم عزل الرئيس محمد مرسي زي ما احنا عارفين، وتولى بعدها مين؟ أيوه، عدلي منصور، المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا. طب إيه اللي حصل بعدها؟ عدلنا دستور 2012 وأصدرنا دستور جديد بتاع 2014، وعملنا انتخابات رئاسية مبكرة بتاعت مين؟ اللي فاز فيها فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام؟ فالسؤالين دول خد بالك منهم، مهمين جدا جدا جدا. فأنت لو كنت عارف الإجابة قول تحت، تمام، وعرفنا وهنخش نرد عليه. بالتوفيق.